أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الدرس 88 من دروس فقه السنة النبوية، والدرس 12 من دروس الاقتصاد الإسلامي، قواعد وقيم. وزي الحلقة الثالثة من موضوع التوزيع، قواعد وقيم. إذا مثلنا الأصلين نزولوا الأولى من عنوان توزيع قواعد وقيم للناس أمثال يكسب الأرزاق يجري فاسنيس سي الحلال الملكي يسعى حقوق متعددة. شرحنا الموضوع تفصيل. أسد النظر التوزيع في قرار يمكن حر الخدمة لكن بغير خاف توزيع أنا على مستوى الفرد سندانا، أنا على مستوى الأمة. يسعى القواعد يعني يسعى القيم لغلب تطبيق المال، لأن المال كلية من كليات الخمس. لكن الاختصار لأن خمسة الإنسان يتكاسل الشرع أزال القرآن إلى أن حافظ في الأسن إلى قصة الحرز تنزل الدين، حفظ الدين في سنة حفظ النفس. لذلك لا يجوز يكون على النفس رسالة وبزاف أثير الأنذار. أول ما يقضى بين مسلم القيامة الدماء، أن تحسن شغلات زوالو في الصليب، ولكن في مجال القضاء إذا من وين يتسلسل إذا من بايض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنزل الترويح شو القيمة يسعى في الشرع وين الغنيون بحق أما كلمة غث خلقي مرة يأكل المنظمين يعني كل العالم في السادة العقل. لا العقل إلى يحفظ أكو إلى يهدن إلى يتتن العقل يحرم الشرع. ذلك الشرع الروح أكو يتهد من العقل يحرم الشرع. في صلاح حفظ العرض والنسل بين وش الحرمة ولاش النيف ولاش الأعراض ذا شو قيمة تذذ كيسرو بنادم ذا شو السلب تذذ ميدان وكذا. كيس خمسة المال في المسلسل الوصلي 12 حلقة فاجيب الحلقة 12 من دروس الاقتصاد الإسلامي، قواعد وقيم. الدرس اللي عندنا هربت في الهبة دوناسيا نذكر المصطلحات هذه زمان فرقنا لا يرسم أكيد الكرام أكيد سائل الحبوس تتصرف تستمر وصية أكيد يجرج التستمر أصرف الحبوس أكيد يجرج عمي دوناسيا أصرف التستمر سر الخلطة للشركين للكرام المصطلحات هذه إلى قتل المثل. درسني عندنا هضرت في دوناسيون اللي هي الهبة مش كذا الأحكام المتعلقة بها. نوعدكم درس واسع بالنسبة إن شاء الله تستمر وصية. ثلاث ورث ثاني الوصية. واحد تعريف الوصية. الوصية شو معنى؟ تمليك للمال بلا عوض أي على وجه التبرع بعد وفاة الموصي. شو معنى التستامون؟ يوم اللي يشتغل رأس التستامون غادي يجيو الشهود أكوني شهدت الوصية مثلا 69 هكتار 60 هكتار أكيد الوصية كل الشهود
ثلث انتيال في 3 معناها 20 هكتار وقال لي تستعمل وصية يجلبن يوجبن يمغذن يقام بالغرض البرقرس جهة خير معينة. الوصية اللي تستعمل ماشي الدوناسيون في الحياة يولي في حاجة غير يولي في خامس في حانوس السلكة شيبها، ولكن تستعمل على ليكزيكسيون لابليكاسيون تطبيق الوصية يكون بعد وفاة الموصي تتراخى أثرها إلى بعد الوفاة. ومسيرة جوست اللي يخدم التستامون لازم تطبق خاطر التطبيق يجلس آخر يموتيس من يديو الأخبار بلي الفلاني يموت أروح وقت على المسات باش تطبقا تستامون وصية الإيجاب وإنا يسيد الإيجاب اللي قرا نص الموصي صافي ثاني بارمي الفروق ديال الهبة الوصية. الهبة تمثل حال حياة الوالد، أما الوصية تترك أثرها لما بعد وفاة الموصي. ولكن الوصية على وجه التبرع ماشي دون خاطر تدي في باطل يوذ ربي سبحانه عز وجل، ولكن لا سيدي من شخص مالك عاقل مختار غير مكره إلى قليل تلعب فيك السمن ويتسكري وتراوسن تيسيبها واللي يكسب التراوسة تساوي ملتزم والدقاء تاع البراطروس يكسبي تيلمس إما الطريقة تزيد زرمس باش يكسب بالك واضح هي السيريس إزاكت اللي باش تطلع النوتير اللي بروسيدور النوتير كي كارو بليك الشيني يريك كلامي مثلا مستقيم خلص متاكد ما ولاش الكارو كي خدمة التستامون إلى أتذكر باللي الشيء مالك صبر الشرط السنة قليلة عبيت كان عاقل ما هو مجنون ما هو سفيه ما هو معلومة إلى قليل الإنسان العقل مولاش تطبيق الوصية يس الشرط السنة إلى قليل مختار يعني غير مكره السنة بغيس ماشي بالسيف السنة كبير تفكاكي بالسيف أكتب كتب طريق ميلاوية الخروج بالذكي بالإكراه لا تطبق. أيوة ثم نروح في سلاح مشروعية إسكو سي ليجيتيم وصيين نعم هذا هو قريب الآية ربي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين سورة البقرة الآية 80. ولكن آية ينزل ربي سبحانه قبل أنزل آيات المواريث. آيات المواريث يعني قبل نزل آيات المواريث هي قبل مثال يكون تلك تبغوا أصمانية الوصية تسأل قبل في إيجاب الخير إيجاب الرزق استيقظوا الوصية الوالدين القرابين إلى آخره. ولكن قريب نزلت آيات المواريث سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف en détail. قبل نزلت الآية يوم السلام يستلم تطبيقا آية 180 من سورة البقرة. ولكن نزلت الآية ثانية سيدي ربي يفضل تلك يبدأ فاصل بأصل المسلمين إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له لوارث. ربي كل يقول يفكاس موريس يفكاس نقيس ولاش الوصية للوارث. تجيب بعض الناس بعد كانت تمثال خطيرة ضرورة المجتمع ويعني عدم تطبيق الشريعة في مجال الوصية. طيب ولكن نسخ الوجوب وبقي الاستحباب
لهؤلاء لغير الورثة، الأقارب غير الورثة، على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. طيب، ثورة أنواع الآيات في الوصية طاس، مثلا في سورة النساء آية 11 إلى وين ربي سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، معناتها تكررت سورة النساء آية 11. ربي هضرت في التستامون، إذا سي ليجيتيم سي ليغال، حاجة مشروعة شرعية هي وين ما يوجد الوصية، حاجة شرعية. أما اللي ما تيديش الشهود، هاد يولي الشهود دينا كان أشهد الشهادة باللي غادي تجي الوصية كذا وكذا. تسمى مثلا الزمن برسا غادي النوتير، غادي يروح النوتير، غتكتب الموثق عقد الوصية، من بعد ولا كاين يستفيد يمس الوصية ماشي سي الورثة، نو يزيد يساعد تخلي الوصية إلا أجازها الورثة الآخرون، ولكن ويا ذاك يجوز هذا الخدام الموتير يجي تسامون، ولا كيستفيد أقرب بالمثل سيدي جان ومن قانون الموصي أديس ولا يستفيدين أسمي الورثة أرجو حبس وثارة تركة ألمة بالحقيو أتى الوصية. إما ديرو ثورنص النوتير غادي الشهود هذه الشهادة باللي الثاني الثاني يجد الوصية، خاطر ونحطو يا تركة في الورثة سوى ما نكس للذات، يعني سوى ناس الديون، نفقات التجهيز قبل ذلك المشروعة، يعني أي صرف جنازة ينس ماشي التدبير اللي خدمنا بالبدع تقال كلها غير مشروعة. نفقات التجهيز تجهيز الميت المشروعة، أي لا يجوز للشرع ويسن للذات ديون، ديون الله ديون العباد، يعني كان نشرح نطلع إن شاء الله درس صغير من هضرة المواريث. من بعد تنفيذ الوصايا من نابليكيا والإسلام والإيجاب أي ذي بران وكيقاس تركة الصفان، تركة الصفان، تركة يلي أتصنفه في الورثة لزيتي على حسب القرآن أو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثورة مشروعية للقرآن النفسي، المشروعية للسنة ذات الأحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سعد بن وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يزورني عام حجة الوداع، يعني بس ديال النبي صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي. سعد بن وقاص يحكي لي في زوري النبي صلى الله عليه وسلم كذا موضعين بس حجة الوداع: إن يا رسول الله قد بلغ بي الوجع نقا، سوالف يا رسول الله فيه الكرب وظنا، وأنا ذو مال، سعير المال سعير الأرزاق، ولا يرثني إلا ابنة، سياسي يفكري ما إلا يجوز أتصدق بثلثي مالي. يا رسول الله لا يجوز مادام سعيد التقشيش أذكر صدقة دو تيير بغيت الصدقة، مثلا ما يسعى 120 هكتارا أدرك 80 كابنا هكتار بدو تيير 160 معناها 80 هكتار. لا صدق لا بزاف، لا ثلثين بزاف. من بعد لاش سينا طريقة الناس فبالشطر يا رسول الله أشتكى النص يوضمر بصدقة، معليش 120 هكتارا هذه 60 هكتارا يوضمر لا صدق السلام. واللي كان يستقر على هذا باش تنظر يعني بالكل كلمه لا بقلب الناس لو كان سبب في كلش في سبيله الراه خدمه ما يستقر مادام سي بون ديرو سي نورمال سكرات المرتكزات الزينه ديال الغاشي اسقاط يجي السقاط سي بون كاس يجلسو كيقرب معاه نسمع الكاس يجلسو باين باش يلعب يخدم صار دير نسيت السنه ولكن حكي الوليد أسيني للوقوم يقولوا بردي في سبيل الله أخرني الله الله في سبيل الله
ماشي ديال وقتنا راه تصدقوا صدقنا راه فيها الصحة يديك ما شاء الله يبروجي فينا الصدق من بعد وليد بسبب هذا القاص يعيش لي سونتيمون هذيك انا شي كيما لا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسال ماشي دوتيير ماشي نص الناس الثلث والثلث كثير انت نسال 120 مقارنه 40 في سبيل الله 80 القيمة الورثة فقال سيدنا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إن سيخير جراويك ذي مركتي سعان الأرزاق ولا في الجو تجليلا الستر إمدانا الكلام إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قد جري ولاوي ماشي المعنى يصير إيغويست ديال الوقت أناني أتفق واش في سبيل الله سلك راسك سلك الراس ما الدنيا البرنامج راه يسلم لا يخمس ان ريبريسمون ديال صلى الله عليه وسلم يوجه وطبعا توجيه لينا كما لا باس يخدم التحايل قبل هذا يخدم الواقع ويجي المنصير والإسلام والحبوس وكذا يخدم جيران الدواغي الاشتيات بوركوا باش يحرم على الوسط كان وقال لي ساعه سوى يسيس اسكي صافي كان يسي روح سنه ولا عام والله ما كنت كاين ساعه سيوا كوميتي سكت سوى ولا عام الوقت من بعد إما كيفاش هذا الوقت ولا عام يخرب باستكفاء سميرات القرار في العقل في مثل هذه الامور والقضايا بالالاف القضايا كثر في المسائل رواه ابو امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بدر حديث اخرجه الامام مالك ابو داود الترمذي ان الله قد اعطى كل ذي حق فلا وصيه للوارث فلا وصيه للوارث شنو المعنى يس واذا قال بنادم هذه تستمر يمسي الورثه مثلا يسعى ثلاثة وراوس يوليس نساء عبد القادر يوليس نساء عبد الرحمن يوليس نساء عمر مين مظلوم الحديث مليح توجوري مظلوم تسعان حمالة السيادة أمشي لك المخلوقين قبل هذه الناس أسيني يا عمر أرواحك جا تستان يقول لها النوتير في السر أستخدم تستان أول مطلق أستخدم تستان ولكن لما إلا يكتب نغي يقول الشهود ما تصور بس أنا نمضي أبناء فلان جاء وصية لعمر نقاصد بسيد الحياة سيد جلال كل والدي خاطر مولاش عبد الرحمن بن عبد القادر في هذا الحال اسمي يا عجبا فذاك يخدم البيستون يخدم المحسوب يخدم الشمسان لا صدق وسلم في الحديث الصحيح إلى اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أول ربي خدم مثل عدل الدريان ونحكي درسني يا عدل حديث النعمان بن بشير لا يجوز يقول لك في حاجة تغوصة من الزيادة يوسف ولا يوسف ما لاش سبات بين الإسلام أعظم ما يلبس مسكين داين صاموغيت جويجاله الى خاص يجخر بلوس باش تصريس الى قد يلبس الظروف يلبس السباك ما يلبس السباك هكا ويجوز هذا إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوا حيث شئتم مع تدريس في الفضاء أرسل يا ربي وقبل ذلك تدمانا يسألها باش يجي أنتير سواء يستفكار باستيراد صحيح يوضع رب سبحانه الفقراء المساكين المغفلان التجار المجيلان إلى آخره كيف كذلك الجامع يتمعمر يثدف البركة المهم سوى الزيت الورقة مسلم سجان هذا ذكر الإسلام أخرجه الإمام ابن ماجه عن علي رضي الله عنه للناس قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا اليومين أم بعد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية أخرجه الإمام الترمذي المعنى يس للذات سوى الوصية
اكسبريون للباتيس مثلا ما يوجد 180 مليون إديجا يدري سنتيم نسيت ولا 60 مليون إذا كان صفر قبل 60 مليون وكان ندير 20 مليون من بعد تبقى الوصية وصية ثلث معناها 40 مليون أدعو حتى يبقى ولس إديجا معناها الدين سنزول ورغم أن الآية كذا بعض الوصية الموصولة بها أو دين وذلك أو نغوى تفيد مطلق الجمع ولكن لا تفيد بالترتيب تجد المسألة فيها تفاصيل أكتفي بذلك معناها ودينار ما كان ما قال ربي يسوى الوصية قبل الدين من بعد وصية توصون بها أو دين وكثير من الأمر بلي للدين سنزولة أيضا باش الوصية كتبت ربي حادث أسرف لام في التستامون إديجا ومغاربة بثوان نار جديدوان أيضا خاطر باب المسارس جديدوان أديسا روسيا يفتح حبس واسمه طيار رجال بالخير خاطر المسارس إلى ذلك نيونا مسكين التستامون أديسي السطحة أن باونا ضد باونا ريال السطحة سي بوستا الشرايح بس يفدل يخدموا يفدل أتونسيون أتغفلت في الوصية دابك بالشرطة تسيري مشروعة أما كيفاش خلي بالك الوصايا إتجاه كان يمثل إلى قسم المساعدين وغير الشرع ما إلا الوصية قبل الشرع مرحبا ما الوصية يكتب لها باش نصدق بالقرار بلا إذن ثالثا النقطة الثالثة مقدارها كل الشرع من الأنزل ثلث معليش إلا نزل مثلا بين يوجد 60 هكتار بكر ما يوجد ثلث معناها 20 هكتار أتطبق بلا ما نستعمل زيرتي ورثا شوارع إذا يبدا أكثر من الثلث إيجاد 30 خاطئ 10 أتمشيوها لذلك العلماء الزائد على الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثة بشرط أن يكونوا من أهل الإجازة وسنة الشرع هذا الشيء أسنى مثل الإجازة 30 طرف يتدى في الجامعة من الجامعة مصيرا من الجامعة بدأ وصية من مثل عمار غير البلاد باش تقرر هذا الجامعة لا تنطبق جامعين الشريعة تمسك الحكم تمسك هي تضبط حركة الإنسان في هذه الأمور وفي غيرها لذلك يا جماعة الخير هذا الشيء يزيدتي يرنا إجازتهم تكون معتبرة بعد وفاة الموصي لا حال حياته ماشي ازداد باب السن آخر شيء استمرار تستحيل هذه المعالج من قبل نعم أقرب دروس الدعاء مثل نضال نغال الشوار إمولا الدريا زيركي أسنيني بابا ثمانية 30 هكتار 69 زاد 20 فوق طبقا 10 أشاتيني ما إلا نو بقرار مرد زيادة إما إلا نقبل أيدينا بذاتنا راه تنفذ إما إلا شوية قبل شوية قبلنا أي زاد نطبق الجمهور وكان يقبل الزائد يطبق في قصص المجلسين كل شيء بالعيب يا جماعة الخير كل شيء بالقانون إلا بإشراف السيرة ما إذا أقل من ثلث طبعا تطبق من باب نقطة الجاوز 4 الله يكرم مازال الوقت صار في شوية المسائلين نقطة الجاوز أحكام متعلقة بالوصف أخذ المنطق بين ألف جواز الوصية للجنين شو المعنى؟ يسمريون أليش تستانوك يوكروث يلا يتعبط الناس بالشرط وريد سيليا الوالد يمسنسا أرسل مثلا والتماس ثلاث تابس أدي جواسية أديني وكيل جواسية يستطيع سعر ويستطيع سعر أديني أثنجي وصية تستمر الجاني يقلني تعبط الفلاتيكا تجي شوف الشرط يولد حيا أرجو من ما يولد فيفون حي يفسد أدي الوصية ما إلا
لولا بالسين تساوي نص النص. ما جيت مثلا 20 طالب وكاء وصيه وقال لي 10 قال لي 10. إذا يولد ذكر يوث الأنثى نسوي جا وصية. إذا كان تجيب وصية تستمر الفلان يعني يوين اللان يثابط الفلان إذا السادس أسيدي ولزرارة لذلك قال في مجال زرارة يوين نصيرنا وزرارة نقول لك كم طبق أشوف لي مشاعر ما يوين أسيوي 20 قرن. إما إلا سين دراج أتصدقون 10. إما إلا يوم ذات شيش يفتحشيش أتصدقون 10. نجي فيريتاج باش نطبق للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان ذلك هي وصية ذكي أم ذكر أم أنثى كيف؟ هذا كيف صح. تثبت الوصية بالشهود أو التوثيق. يعني أكد يكون في وصية إما الشهود وزي سمحتي يمكن الشوارع تقدم سواوال وتجور قرارون أوال الساعة مازال زيك ماشي سلكوها سواوال ليس المنطق سواوال سلام يمدان السلام عليكم طال خير. من يقرر الوصية الواجبة تلقي غلط دستورة كاملة وصية واجبة للمسيئون لحياة البابس. المسيئون لحياة البابس أتكلم اسمح لي واجد معلش التكلم ثلاث نفوس فيها معلش واجد يمكن البابس أقول ذلك الناس مش طالع زي كان يخدم الوصية الواجبة سيتادير يموت مني ديال الحياة وكين مكتبة شوية. فبالتالي مثلا استعمل الشيخ الميك جاو كذا أمر نشوف هذا مرة كيني أشي شاكي وشي ذمي سلمني يموت في الحياة ويموت في الحياة صوصي العمر. من بعد نشوف هذا مرة كيني أدسن وراوي أظهرنا وجهك أنا خدم ديك كويس جاوا في بسيطة الكويس أطلاق أدنى أقول يا جماعة الخير المؤمنين يا عرضيا وكيلوا الطرطورة ذمي يستعفى ربي ولكن من إيجاد الميس أثان الصيغ مثل الميل كل كان الميل قال نسقوصو وذلك التقوى ماشي التجارة ماذا الصيغ ياوي أسيان تغنكيني بعد السن وراوي وزميرنا الحرم مثل الميل أظن نقول وين خاطر الشهود السنين يوراوي هذا ذات ولد الحياة سيساسني ينطل الميس يصام ميس الميس يقول كان الميس ينبو الفراش aucun problème aucun risque شي شيء داير روح يا زمان جي يا زمان يغال وبال قصص وزال من بعد لا loi 94-11 l'article 169 170 171 172 القانون هو شوف 4 مواد 169 المدنية في المستعيد أن ننتج الوصية الواجبة سيتادير بلا ما تغذكيني وكي زاد القانون زيك ذي مغاديك تزون ثورة الضواليك تزون الزون قيم أرز مصدر الأرواح خاطر كلش القانون يجي تسمع فيه هزار باش يبدأ اسمك كبواراش الخارطي وجهه ويظهر يعجب يثبت في النار يثبت فيها واش يثبت في النار وين يعمل فيه وفايقين بغرصة من الشرع وين يعمل لا يمثلون للحياة الباباس إلى آخره. في قضية مثلا لا الشرع السياق. جيم جواز الرجوع في الوصية قبل الوفاة. ما يوجد تستمر تلهي في اسمه والله شارع يندم يستعمل حديدا. الهبة لا
ولكن كان الهبه باش نعدل نشرح الهبه خاطر نبدا شوف الدين عليه الصلاه والسلام ديال المضارع اتفكر كالمليون استخدام بورطابل ولكن هذا السيد سوف نرشح اساسا السريده بورطابل استخدم لك لا بورطابل يروح بعد ساعه جالس اس ام اس صار اكد تفكير ريتي الرجوع في الهبه ديالو الشمس لنبي عليه الصلاه والسلام هذا ولكن الوصيه وهي تبرع كما قلنا ملي مثلا لي كونترانت في ظروف معينه كان وصيه خاطر تنفيذ الوصيه انا لا يموت ويمسك يتجاه ماشي من الهبه ذلك الرجوع في الوصيه يجوز الوصيه لغير المسلم جائزه يسعى حتى يجي تستان يوكرتيا ماشي يسلم يجوز نعرف مستقبلي واللي كي سيارة وديبان سيارة ذاك الجزائر أنا واش نتاع ديسن مالوزمون راه اسم فرنسا الكوال ذكرت إلا كاين كلمة مثال يجاب تريكا موش جاب تريكا لفرنسا لباريس اسكو الوطن الجواب وقال لي داك يسلم ادوار ثندا وادوار ثنديه اللي طارت بس ما إلا دراويه صفروميث طوطاروميث مالوزمون ألفي على دينك زعم دينك مرسم يعني المسيحية ذاكي تستعرض الحق أسن تنجر تستعمل تستعرض الحق أسن تفكر ونصير واللي كان الشريعة والغلطات تكون الشريعة فكان دي سوليسيون فكان دي حلول وقال لك المسيحيين لا وي ولكن المسيحيين مادام المسيحيين النصارى والتورورثنا لا سيتريكا على حسب الشرع السياسي ولكن الشرع يسمح لك اش تفكر دوناسيون دوري حياتك وقت ما كان البطل خاطر العبد بين الاولاد مطلوب انا كنت بني درسنا ذا تفرش تجد وصية نورمال مثل موضوع ونزاروا يدبسوا على كل حال أراوني في المسيحيين ساعة القلاوات يستعملوني جبنا الميريتاج التركة ووصلنا ذي السن كان رأسي الوطن تجي دار الهبة في مرض الهبة في استجابة المنطقة مهمة وخطيرة شوية الهبة في مرض ايش المعنى؟ أتخذوني جدوناسيا لمني أسمي خريطتي في لوبيتال لنا استطاع الشماتت كتسر بجاد يسو يولي من يسبلي ذاين قال خير الدونيس ذا شريط ألف دوناسيا ويسمى لك دوناسيا براند إما تسيكي وسكراويس البوثيس الجيرانيس الكوكاليس ثاني ما إلا في الوقت اللي يهديك كان القرآن مرض الموت خدمت في العلماء الشرط شرطا نزولوا هذه المرض يقعد صاحبه عن قضاء حاجته العادية والمألوفة ولكن ذكي بين قوسين مع الشيخوخة خطر الشيخوخة مرحلة وليست مرضا إذا طبيب نهار يساعد 80 سنة يحدث واستقر وكي مرض المتخاطب تقول إذا نهار يبطل 80 سنة يحدث ولكن يسعى العقل يسعى يستمر المناصب مش يبغى هذا ولكن صافي الشرط إذا قال مرض الموت في الشرط الأول إذا قال لهذا جاي يحبسيك والاختبار الشغلوية وسيو معاود يمونا الشرط بالسيف هذه الهدايا عادة والعبرة بالغالب أن المرض يؤدي إلى الموت أو الهلاك غالبا يعني لا بلوبار دي طون الهدايا يتساوي الموت أن يسمى النظام الموضعين يكون يشفى مثل الموضعين أسمى جواب بشفى غاية طهور إن شاء الله وكيف كان أشكل ذلك الله في الناس كذا وكذا الناس تشكيل السنة 10 بدل يجمع بهذا صار دير فرق على يشتري وحدش ماشي يعني السنة السيرة استخدم الأمل سجل السنة
جواب الشرط ربي على كل شيء قدير. ولكن ما لهذه عادة يتساوي الموت صافي شرط سميتي لي كذا بعد الشرط عن الكونسير طبعا كي يستار فينا ذلك وكي بغض السلام عليكم كيسيون دو طون أقول مسلم 10 الله أعلم وإن كان الموت في رب سبحانه ربي على كل شيء قدير. ولكن عبارة الغالب الشرط الثالثة أن يؤدي ذلك المرض إلى الموت فعلا معناها ظاهرني السبة يسمى المصطلح في البعض يفضل لك السبة ولا سبب الطبع رسول الله بن الطبع أم شفاعة شيء المسلم لك السبة كما سنسات الغاش السبة أو السبة ما الشروط يوم 5 مرض الموت صار يقول يجا تستان يجا هيبة دوناسيون أبري لديه يبويت يموت سبايس ذيك تطبيقات أحكام الهبة هذا أن تطلق أحكام الوصية عليه هداية للممتلكات نطبق أحكام الوصية على الهبة التي أبرمت في مرض الموت سيدي القاعدة مازال التفاصيل ديال مثلا شويه باش نفهم يمكن تسمي الشرع ثام شو وكيف الشرع سيدي ربي اما كاين الشرع هذا في عبادات الزاكي رمضان كذا يهضر في الزكاه السنه ديال ولا شي 19 الله يبارك يهضر رب سبحانه في احكام الهبه يهضر رب سبحانه في احكام الوصيه باش كان يوزع الاموال ماشي السلب لنا ولكن السلب رب سبحانه اكثر من صلى الله عليه وسلم في الدرس ان شاء الله تعالى الحديث ثلاثه من أحكام التوزيع قواعد وقيم المسلمين في الميراث. والسلام عليكم ورحمة الله. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام